ازيكم عاملين ايه؟ انا الفيديو اللي فات والفيديو ده وممكن يبقى فيه فيديو تالت وممكن يقف هنا. كنت بتكلم ان هو لو حاجة بتحصل في العالم المادي هي مؤلمة جدا، وكل حاجة بتقولي ان انا محتاجة اقعد ما اطلعش، او كل ما اطلع اتشد تاني عشان محتاجة اتعلم حاجة. وبس انا كل الاحلام او كل الفيجنز او اللي انا بحسه او بيقولي ان انا افضل موجودة، وان العلاقة دي خير او الشيء ده خير، وجودي حتى لو فيه دلوقتي. فايه اللخبطه دي؟ اشارات من جوه عكس اللي بره، عكس الاحلام، عكس الفيجنز، عكس اللي بشوفه في عالم المادي، عكس اللي انا حاساه من جوه. فالمفروض ايه طاقه العلاقه دي او الشيء ده؟ هو خير ولا مش خير؟ المفروض اقعد، المفروض اقعد ولا امشي؟ اعمل ايه؟ اصدق اني طاقه فيهم؟ الطاقه الحقيقيه داعمه ليا ولا غير داعمه؟ وقفنا لحد كده في الفيديو اللي فات. الفيديو ده بقى ممكن تسمعوا الثلاث فيديوهات على بعض، او تسمعوا فيديو فيهم. فلو ما سمعتش اللي فات ارجع اسمعوا تاني، 3 مكملين لبعض. تمام؟ هما الثلاثه بيلعبوا في نفس الطاقه، مكملين لبعض. تعالوا نشوف. وصلت بعد كده ان العلاقات ممكن العلاقه بقى، احنا دايما العلاقه على فكره في عالم الروح بتبقى مليانه بالحب. فالناس اللي بتشوف الفيجنز او الاحلام بيجي لها كده معظمها، الا لو طلبت انها تشوفها بالشكل المادي بتاعها الحقيقي، بقى الطاقه الحقيقيه عامله ازاي. ففي عالم الروح احنا كلنا بنحب بعض، انا بحبه وهو بيحبني، محدش وحش اصلا، ارواحنا محدش وحش، مفيش حد شرير، مفهوش غير الحب. الارواح مفيش بينها غير الحب اصلا. بس احنا بنيجي في العالم المادي التصرفات والافعال بتقول حاجه تانية او بتقول نفس الحاجه، يا الا هو شخص داعم ليا يا الا غير داعم، قصدي سوري، يا الا داعم ليا. حلو كده. ففي عالم الروح وعالم الماده، عالم الروح بيقول ان هو بيحبني وانا بحبه، حتى لو هو بيألمني او انا بألمه. بس في عالم الروح احنا متفقين، احنا عارفين احنا جايين نعمل ايه، هو ايه العقد اللي بينا، انا جاي اتعلم ايه وهو جاي يتعلم ايه. فبنمشي مع بعض وبنتعلم الدروس. بيبقى عقد، بيبقى في شكل عقد. العقد فيه بيبقى في شكل عقد. العقد فيه بنود اتفاق. العقد فيه بنمشي مع بعض بالمراحل، كل ما نخلص درس انا اخلص درس، انا اعلمه وهو يعلمني. يعني ساعات بيبقى واقف العقد الكرمي ومش راضي يتحرك وانت موجود في العلاقه ومش عارف تطلع، لان انت المفروض تتعلم حاجات وهو يتعلم حاجات. فساعات انت محتاج تتعلم مثلا حاجه بالقلم هو بيعلمها لك، ان انت تحترم نفسك، ان انت تفصل طاقتك، ان انت مش عارف ايه. هو محتاج يتعلم ان هو يبطل يستغل، فتروح لازم تخبط وقتها. يعني ساعات بيبقى التعلم بالقلم وساعات بالحب، علشان ينتهي البند ده، نتم البند ده لحد ما يخلص البنود كلها. فنقطع بقى، يا إلا تتحول لعلاقة تعليم دروس بس بالحب، فيبقى داعم ليا وانا داعمة ليه، يا إلا نمشي ونفضها سيرة لانه بقى غير داعم ليا في العالم المادي. تمام. فلما نوصل لنقطة ان احنا بنبتدي ننفذ البنود، خلصناها كلها، اتعلمنا كل الدروس، بنوصل لمرحلة الفسخ العقد بقى. فالارواح هنا، احنا في العالم المادي احنا زعلانين من بعض، احنا ممكن متألمين، احنا زعلانين ان احنا ماشيين. في عالم الروح احنا بنحب بعض جدا، احنا حتى بعدنا عن بعض مش مؤلم، لان احنا فوق، احنا برضو او في عالم الروح روحنا احنا الاساس بتاعنا ان احنا بنحب بعض وهنفضل نحب بعض. هما في عالم الروح مفيش كره اصلا، ما بيعرفوش المشاعر دي اصلا. فحتى الوداع هنا ما بيبقاش حتى مؤلم. طيب في العالم المادي بقى، احنا هنا على الارض بيحصل ايه؟ يا العلاقه غير داعمه ليا يا داعمه ليا. احنا بنبقى ماشيين على فكره في العلاقات هنا، كل الناس اللي بنقابلهم علاقات تعلم دروس بالألم بالحب، علاقات كرمية، علاقات، كل أنواع العلاقات الروحية. احنا في الروح بنبقى كده، في العالم المادي بنبقى كده، يا غير داعم يا داعم. فلو غير داعم
العلاقة بتبقى بتعلم دروس بس بالألم، الداعم ليا تعلم دروس بس بالحب. هنا في خبط ورزع وتكسير والترابيزات بتتقلب على بعض وناس بتستخبى تحت وفي فوران فوق الدنيا مقلوبة. هنا بيعلمك ان انتوا بتتكلموا مع بعض، بتتناقشوا، بتشوفوا بيعمل ايه، هو بيشوفك، توصل له رسائل، هو يوصل لك رسائل، فالدنيا بتفضل ماشية بالحب. الا لو حصل حاجة وانت فضلت تعاند الدروس اللي بتحصل فبتتحول لألم. لو احنا في الألم واخترنا احنا الاتنين ان احنا نتعلم بالحب، مش واحد فينا هنتعلم بالحب. فهنا بيبقى الاختيار، الموضوع مش اختيارك لوحدك، انتوا الاتنين بتنفذوا، بتختاروا، بتتفقوا فوق في عالم الروح وبتوروا بعض، بس في شخص واعي وشخص غير واعي. فلو انتوا الاتنين واعيين فممكن تحولوها للحب، لو انتوا الاتنين غير واعيين هتحولوها للألم. لو انتوا واحد غير واعي وواحد واعي، واحد هيشتغل بالألم واحد هيشتغل بالحب، فهتفضوها سيرة. طيب لو هو غير داعم بقى، او العلاقة يعني غير داعمة، العلاقة هتبقى تعلم دروس بالألم. طول ما في دروس هيبقى في حياة مع بعض، هنبقى انا وهو بنتعلم من بعض. ساعد بقى لما نتعلم كل الدروس زي ما احنا قلنا في العقد هنا، نتعلم البند الاول التاني التالت، انا اعلمه وهو يعلمني، انا اتعلمه وهو يعلمني، انا اعلمه وهو يعلمني. عارفين زي الفنارة، فنارتين قدام بعض، الاتنين بينوروا لبعض، واحد بينور ويطفي النور، فالتاني ينور ويطفي النور، واحد ينور ويطفي النور، التاني ينور ويطفي النور، فبتعلموا بعض، بتسلموا بعض. او بليه بينكم، انت تشوطها له وهو يشوطها لك، انت تشوطها له وهو يشوطها لك، يسنطر ويشوطها لك كده. فاللي بيحصل هنا بقى ان بعد اكتمال تعلم الدروس كلها وبنفسخ العقد، بيبقى فيه بعد كده قطع، بعد، انفصال، فناء. حد ساعات اكتمال الدروس بالألم دي بيبقى بموت حد على فكرة، يعني حاجة خارجة عن ايدك وايده، بس قبليها تم تعلم الدروس. ربنا ممشي الطاقة كده، يا إلا هو اتعلم الدرس ومات، أو مات وهو ما اتعلمش الدرس وانت اتعلمت. لو انت واعي بيحصل هنا قطع، بيحصل بعد، بيحصل انفصال، بيحصل هجر، بيحصل أي حاجة بقى. فهنا اتعلمنا الدروس، دروس صغيرة، دروس كبيرة متراكمة معاه ومع أشخاص تانية، فبيحصل درس كبير. هنقول الكلام ده في الفيديوهات اللي جايه بتفصيل اكتر. بعد اكتمال التعلم بقى بتبتدي تتقبل، بتنهي الحاجه اللي جواك او الصراع اللي جواك، بتنهي اللي بره على ارض الواقع معاه ومع غيره، اي حاجه ليها علاقه بنفس الدرس اللي انت اتعلمته فوق معاه. بتبتدي ترفع تردداتك وطاقتك الإيجابية، بتلعب وتستمتع وتهدى وكل اللي احنا قلنا ان انت تفصل عن الدورة القديمة وتدفن القديم، وكل الحاجات دي كلها هتحول بعد كده الطاقة، هتبتدي تفتح لك طاقات داعمة وتبتدي تستقبلها. كل ده هنبتدي نتكلم عنه بعدين. طيب لو العلاقة داعمة بقى، التعلم هيبقى بالحب، وطول ما في دروس هنفضل مع بعض. ايه ده، هو حتى لو احنا بنتعلم بالحب ممكن نسيب بعض؟ الدروس اكتملت، الدايرة اكتملت، العلاقة اكتملت، ما بقاش فيه جديد خلاص. يا هتبعدوا وتفضلوا ترجعوا من الوقت للتاني وتبقى العلاقة طيبة ومن بعيد، او ممكن يحصل ويروح مثلا لو في علاقة حب يحب حد تاني، انتوا تفضلوا مثلا علاقة سطحية، تبقوا مع بعض في الشغل بس. لو انتوا صحاب كنتوا في فترة، في صحاب بيبقوا في فترة قريبين من بعض جدا وبعدين بيبتدوا يبعدوا عن بعض، هي تصاحب حد تاني، بنوتة تانية هي تصاحب والتانية تصاحب حد تاني، فاحنا خلاص ما بقاش لينا دروس مع بعض. مش لازم ان احنا لو علاقة غير داعمة بس ننفصل، عادي ننفصل هنا برضو. هقول لكم ازاي بقى في الصورة اللي جاية. هنا بقى نتعلم الدروس الصغيرة والدرس الكبير، وممكن بعد كده يعني انا احساسي ان الطاقة بتقولي ان هو بعد كده هقرا الطاقة دي اكتر، فيها حاجة زيادة او فيها تغيير بسيط عن الطاقة دي، بس لما اكتشف ده في فيديو تاني هبقى اقوله لكم بقى قدام امتى بقى معرفش لما ربنا يأذن ان انا اكتشفه. بعد اكتمال التعلم والتقبل، رفع الترددات، تحويل الطاقة، استقبل طاقة داعمة جديدة. طاقة داعمة جديدة يعني ايه؟ طاقة جديدة انا هعلمها وهتعلمني، وغالبا هتبقى بالحب، لان انا اتعلمت قبل كده بالألم. يعني مادام انت وصلت لحتة التعلم بالحب، انت اتعلمت قبلها بالألم اللي هي الطاقات الغير داعمة.
فلو اتعلمت الدرس كامل هتنهي الكارما، هترتفع في السايكل للدور اللي بعده. هبقى اتكلم يعني ايه الكلمتين دول في فيديو تاني قدام هيظهر معانا. فوقتها هتبقى العلاقات الداعمة او الحاجات الداعمة بقى. طيب ده بقى ده وصلني لكله لايه بقى؟ ان احنا مش بنلف في دايرة مع نفس الشخص وبننقل ونلف لا، احنا بنلف في دايرة مع نفس الشخص لحد ما نتعلم وبعدين نسلم للبعض. فما حدش بيفضل في علاقة طول حياته، احنا بنبقى في علاقة بنتعلم بالألم او بالحب، نقعد في الفراغ او في الفويد وبعدين نتعلم نفصل بينهم، نتعلم العلاقة بالألم او الحب ونبعد لبعضه. فكل مرة بيبقى بالألم شديد اقل او مع نفس الشخص بتلف كذا الدايرة مرة واثنين وثلاثة، فكل مرة الألم بيخف فلحد ما تتعلم الدرس كامل الكبير فتتنقل للي بعده. فتبقى الطاقات داعمة اكتر، وعلى حسب انت تشافيت قد ايه بتجيلك العلاقة اللي بعديها او الحاجة اللي بعديها. استنوا اقفله. فالفيديوهين دول بقى بيوصلونا لحتة اللي احنا قلناها، اللي هو اللخبطة بتاعة الإشارات اللي بتجيلي من رسائل من ربنا بالتزامن والأحلام والفيجنز والحاجات اللي بتجيلي في العالم المادي. الشخص التاني أو الحاجة التانية دي بتضرني ازاي الطاقة بتاعتها، وفي نفس الوقت أنا من جوايا بقى حاسة حاجات وبفكر في حاجات، وفي نفس الوقت بيتنقل لي طاقة منه وأنا مش فاهمة، لان انت امباث او سوبر امباث غالبا لو انت بتشتغل على نفسك بالطريقة العميقة دي. وفي نفس الوقت انتوا الرسائل بتجيلكوا حتى لو هو غير واعي بتجيله بس ما بيفهمهاش، بس عقله اللاواعي بيفهم. فالمفروض لو هو واعي هيشتغل، فهتبقى العلاقة تتحول، يا الا يديلك حقك بعد ما تفضل غير داعمة، يديلك حقك كمشاعر او فلوسك او يتأسف او يجيلك حقك بان انت تنهي العلاقة وتمشي وتكمل طريقك وترفع تردداتك وتنسى الموضوع ده، فيجيلك الداعم. فيبقى هو ده التعويض. بس قدام في فيديو كده هنزله بيتكلم عن ايه الدرس الكبير وايه علاقته بالعلاقات الغير داعمة مثلا، ونفضل ولا نمشي، نعرف امتى نقطع ولا لأ، والكلام ده كله. بس فاشوفكم بقى في الفيديوهات اللي جاية. يلا سلام.